السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى فريندز في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده معانا طريقة لحاجة احنا بنرميها، النهارده مش هنرميها تاني، هنعمل بقى حاجة مفيدة جدا جدا، هستخدمها في كذا حاجة. العيش ناشف خالص اهوت. بصوا بقى، هو اتلسع مني من فوق كده، انا حطيته اصلا في البوتاجاز يتحمص شوية ونسيته اصلا. المهم تعالوا نقول لكم هنعمل فيه ايه. انا كنت جايبه عيش ناشف عندي، وطبيعي يعني بيزيد عندنا عيش طويل، ومكان المدرسة مكان الحضانة والحاجات دي بيفيض مننا عيش. بصوا هنجيب المبشرة ديت، هنشيل الوش كده، بصوا بكل سهولة بيتشال ومش مأثر في طعمه ولا حاجة، متقلقوش. انا بس عشان كنت بعمل اكل وكده فسحيت عنه، طبعا انت هتحطيها تبقى عينك عليه. اهو بصوا تطلع معانا بكل سهولة كده، طبق خفيف خالص بتتشيل، هو يدوبك لون اصلا ما فيهوش حاجة. اللي ما عندهاش بقى المبشره ديت، بالسكينه بتاعه المطبخ العاديه خالص، بصوا بكل سهوله هتشيلي الوش ده خالص كده زي ما انتم شايفين. بسم الله، اسهل كمان من المبشره كده. هنكمل بالطريقه اللي انتم شايفينها اهو طالع ازاي، والرغيف مش متمهري منه مثلا كتير او شلت النص والكلام ده كله، لا ما فيهوش حاجه، ويا دوبك الطبق اللي على الوش وخلاص. هنعمل بقى كل الكميه اللي معايا بالسكينه كده. السكينه طبعا موجوده ومتاحه في اي بيت، عشان لو مش عندك المبشرة ديت عادي ما تستخدمهاش. بصوا، يلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى على الحبيب قلبكم يطيب. يلا كده، لو القناة عجباكم دوسوا لايك كده واشتراك في القناة وفعل زر الجرس. لو انت لسه مشتركتش عندي اشتركوا وفعل زر الجرس ليصلك كل فيديو بنزله بإذن الله، كل جديد. لو انت عندي ما تنسيش بتعليقك الجميل والاشتراك في وقصد لايك للفيديو، شجعوني كده اللي انا اعمل لكم يعني كذا حاجة. تمام. تعليقاتكم على فكرة ولايكاتكم بيشجعوني والله اللي انا اعمل لكم فيديوهات وكده، حتى لو مش عايزه اعمل فيديو بقوم اعمل لكم فيديو. بصوا كده انا خلصت الكميه كلها، وبصوا ما فيهاش اي حاجه ازاي، كل الكميه اللي معانا اهيت. هندخل بقى هنا على الكبه. بسم الله، وسع كده مكان الاول، دي مبقاش لازم خالص نشيلها. السكينه بقى اللي هنشتغل بقى دلوقتي، ممكن نقطعها كده على الرخامه واحنا واقفين عادي، نقطع الكمتلاش كلها، بس اهم حاجه ما تحمصيش العيش في الشمس، عشان مش هيبقى له طعم اصلا، هيبقى طعمه محمص كده من الشمس، وطعم الشمس فيه يعني مش هيبقى زي الفرن. تمام. ممكن تسيبيه ينشف كده يوم او اتنين وتدخليه الفرن بس ياخد تحمصه كده وخلاص. اهو هنقطع بالسكينه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى بودة بتناولني حشرة نفسها في كل حاجة كده. كده هنحط في الكب على قد ما هتاخد معانا. بسم الله، نخلي بالنا احنا بنقطع بالسكينة لان السكاكين بتبقى حامية، فممكن تفتحي ايدينا يعني. ممكن بقى بايديك تقطعي عادي برضو براحتك. اهوت هنحط بقى الكبة، بسم الله، مش شايفة اصلا. اهوت هنحط بقى دلوقتي، هتشوفوا هينطحن معانا ازاي بكل سهولة. هنستخدمه بدل البقسماط، وهنستخدمه كمان في الفيجيتار. نقول لك بقى الفيجيتار بتاع البانيه والحاجات دي هتعملي ازاي. هتجيبي اصلا ب5 جنيه الاول كده فيجيتار حامي، وب5 جنيه فيجيتار بارد. تمام. من عند اي عطار هتلاقي عنده. تمام. وبعد كده هنيجي طحنين زي ما احنا بنطحن العيش بتاعنا كده، ونيجي عاملين ايه بقى. تعالى نقول لكم هنعمل بايه. تعالى اوريكم الاول اصلا بيبقى عامل ازاي، زي ما انتوا شفتوه في الفيديو في الاول كده. انت بقى براحتك، ممكن تنعميه وممكن تخليه خشن عادي خالص. اوريكم بقى انا هطحنه ازاي، وانت برضو براحتك. بصوا، شيل اول حاجه كده السكينه عشان نفض. بصوا بقى، مش ناعم بقى دقيق كده، لا بيبقى فيه يعني درجه او اتنين خشونه كده عشان يمسك في البانيه ويبقى محبب شويه. تمام. لان الفيجيتار اللي انت هتجيبيه ناعم خالص. وممكن كمان تستخدمي بدل البقسماط، يعني ممكن بدل اي وصفه فيها بقسماط
تحطيه بدل البقسماط هينفع معاك وهيمسك جامد جدا يعني. تمام، فهو هينفع في كل حاجة، بدل ما نرميه لا نستفاد بيه. وان شاء الله استنوا وصفة تانية وتالتة العيش الفينو الناشف الفيض عندنا برضو، استنوني كده وهجيب لكم كذا حاجة يعني. بس بقى انا هعمل كمان واحدة اهوت. بس يلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لكم صلى على الحبيب قلبكم يطيب. انا والله مش عايزه اطول الفيديو عليكم، بس عايزه اوريكم كل حاجه كل خطوه يعني بعملها، علشان برضو ايه ما يفوتكوش حاجه يعني. هو كده كده اصلا انا هقطعه وهنضربه في الكبه كله تمام. بس اهم حاجه بقى ما تخلوش ناعم خالص، علشان مش هيبقى حلو في الفيجيتار اللي هو الناعم، لان انت هتجيبي الفيجيتار ناعم خالص، ناعم خالص يعني. فده لو درجه حلوه كده خشنه شويه هيبقى احسن. اما لو جبت الفيجيتار اللي هو بتاع مايوي ده بوريهولكوا برضو بيبقى خشن. وممكن تجيبيه بقى كيس تقريبا ب15 جنيه دلوقتي. هتجيبي كيس وتعملي الطريقة ديت وتحطيه عليه، بس مش هتحط اي بهارات تاني عليه تمام. انا قطعت العيش زي ما انتوا شفتوا كده، قطعته كله مع بعضه كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وايه هنطحن بقى ورا بعضه تمام. كده عندك اختيارين، ممكن تعملي تجيبي كيس فيجيتار من هو بتاع مايوب اللي هو الحراق اللي هو الحار دوت ب15 جنيه تمام. وممكن تجيبي ب10 جنيه 5 بارد و5 ايه حار، وتعملي برضو الطريقة ديت بس ما تنعموش قوي تمام عشان ما يبقاش كله ناعم في بعضه. او تجيبي بتاع مايويه وتحطي ده وتنعمي براحتك بقى مش مشكلة. بصوا بقى دي الكمية كلها هيت اللي انا عملتها. بصوا بقى مش ناعم على فكرة، بصوا في كده ايه خشونة شوية. دي الكمية اللي انا عملتها كلها جميلة جدا جدا يعني. كان ممكن نرميه او نحطه للطير او حاجة من دي، لا فاحنا نستفاد منه بقى ونعمله كده. وعلشان بقى ولا يدود ولا يسوس هنحطه في كيس تلاجة اهوت، ونيجي شايلينه بقى ايه في الباب بتاع التلاجة. بكده عمره ما يدود معانا لو قعد سنة، ولا يسوس ولا يحصل له اي حاجة خالص، ولا يعمل الريش اللي بيعمله ده. هو دي بقى اي حاجة، اي فيجيتار اي حاجة احطها في التلاجة عمرها ما تسوس وعمرها ما يحصل لها اي حاجة. كده هنعبيها اهوت. بس اهم حاجة يكون الكيس بتاعنا ناشف، ما يكونش مطرحه حاجة فيها مية او حاجة. انا طلعت كيس من كيس التلاجة كده، اللفة ديت بانت حلوة جدا يعني، حوالي 150 كيس تقريبا. كنت جايبها ب22 جنيه، جميلة جدا استخداماتها كتير وحلوة وتنفع صراحة في التخزين وكده. أنا عاملة فيها ملوخية وعاملة فيها الشطة الحمراء وعاملة فيها المانجا. انا فرست المانجا زي ما وريتها لكم كده في اكياس تمام، وشيلتها في التلاجة توفر مكان كبير جدا معانا وحلوة جدا يعني. حتى الجوافة كمان اسيب لكم الفيديو بتاعها وهتشوفوه انا عملتها ازاي، مقطعتهاش ولا عملت لها اي حاجه من دي. استنوا الفيديو ان شاء الله وهتشوفوها عملتها ازاي. يلا متنساش بلايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.